ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. قولولي بقى، هو في حد ممكن ما يكونش بيحب الجمال ده؟ اعتقد بقى حتى لو مش بتحبوه هتحبوه. جربوه بطريقتي، حرفيا هتعملوا اجمد ورق عنب ممكن تاكلوه في حياتكم. انا بقى بجيب ورق عنب وبغسله كويس جدا جدا تحت الميه الجاريه، وبعد كده بنقعه في ميه وخل وبشطفه تاني كويس جدا. وبجيب بقى حله على نار عاليه فيها ميه بتغلي، وعليها عصرة ليمونة كبيرة وشوية من الزيت صغيرين قد ربع كوباية زيت كده. الليمون والزيت بيمنعوا تأكسد ورق العنب وبيحافظ على لونه كويس جدا، وبكده ورق العنب بيحتفظ بلونه الطبيعي. انا بقى بحطه في المية اللي بتغلي، بحطه دقيقة من الجنب ده، واول ما يغير لونه بقلبه على الجنب التاني وبرده دقيقة على الناحية التانية. بشيله بقى في مصفى بصفيه من ميته خالص وبسيبه على جنب. انتوا لو ملاحظين ان غسلته ونقعته كمان سلقته وانا محتفظة بربطته، عشان دي بتسهل عليا بعد كده انه يفضل مترتب فوق بعضه وانا بحشيه. وكمان بجيب الربطة كده وبقص العناقيد كده مرة واحدة بالمقص، وهو بيفضل مترتب فوق بعضه، وبكده بالمنظر ده بيفضل مترتب فوق بعضه كل ربطة فوق بعضها. وباخد ورقة ورقة بحشيها، وبكده سهلت عليا جامد. نيجي بقى للخلطة. الخضار معايا 4 بصلات كبار، ومعاهم 2 فلفل رومي اخضر، وفلفل حار اخضر واحمر حسب الرغبة، وفلفل رومي حمرا، وكيلو ونص من الطماطم، وكمان 4 أو 5 فصوص من الثوم. بجيب بقى الكبة وبحط البصل مع الفلفل الرومي الاخضر مع الفلفل الحار الاخضر والاحمر، وكمان بحط الثوم، وبعدين بفرمهم كويس جدا مع بعض. وبعد كده بجيب حلة على النار وبحط فيها شوية من الزيت صغيرين، وبحط فيهم خليط البصل والثوم والفلفل، وبفضل اقلب فيهم لحد ما لونهم يصفر. بجيب نفس الكبة واحط فيها كمية الطماطم اللي عندي كلها، واحط عليها فلفلة الرومي الحمراء. الفلفلة الرومي الحمراء دي بتعزز لون الطماطم وكمان بتعزز الطعم، واضربهم في الكبة مع بعض كويس جدا. وانا مش بضرب الطماطم هنا في الخلاط، لان انا عايزة قطع الطماطم تكون واضحة، يعني الطماطم مش معصورة، انا عايزاها تبقى مضروبة في الكبة ويبقى فيها قطع طماطم كده، بتدي نتيجة خرافية في المحشي. اول ما البصل يصفر وكمان ريحة الثوم والفلفل تطلع، بحط معلقتين من صلصة الطماطم، بديها تقليبتين كده مع البصل والفلفل والثوم. وبعد كده بحط خليط الطماطم والفلفل الاحمر على البصل، بسيب بس منه شوية عشان هقول لكم بعد شوية هعمل بيه ايه. هحط بقى عليهم معلقه سكر كبيره، واول ما تغلي بوطي واسيبها تتسبك على نار هاديه. في نفس الوقت اللي بتتسبك فيه الطماطم هقطع فيه الخضره. هجيب حزمه من الشبت وحزمه من الكزبره الخضراء وحزمه من البقدونس، هقطعهم ناعم جدا جدا. انا بحب الخضره في المحشي تكون واضحه وتكون كميتها كويسه ومناسبه. بعد كده هجيب بوله كبيره واحط فيها 3 اكواب من الرز. والرز هنا انا مش بغسله، لكن لو عايزين تغسلوه وتصفوه كويس جدا جدا، بس ما تسيبوهوش منقوع عشان ما يتكسرش منكم. وبعد كده تحطوه، وبعد كده هنحط عليه قد ربع كوبايه من الزيت. الزيت هنا بيعمل على فلفله الرز، وكمان بتديله لمعه حلوه قوي قوي بعد التسويه. وبعد كده بحط الطماطم اللي احنا سبكناها، هحط عليها معلقتين من الملح، معلقه فلفل صغيره، معلقه كمون كبيره، ومعلقه كزبره ناشفه كبيره، ومعلقه صغيره من الحبهان البودر. اكيد انتوا عرفتوا انا بحب الحبهان البودر قد ايه. دي اختياري، لو مش عايزين تحطوها ما تحطوهاش. ونجيب معلقه من النعناع المجفف ونفركها بين ايدينا كده، ولو نزلت فيها اعواد بنشيلها بايدينا ما فيهاش مشكله. ولو في نعناع اخضر عندكم بيبقى خطير، انا بحبه جدا بس هو ما كانش متوفر عندي. وبعد كده هحط الخضره المتقطعه، هقلب الخلطه كويس جدا. هتلاحظوا ان خلطه المحشي بتاعتي لازم تبقى حمرا كده، انا بحب صلصه المحشي تكون كتير وكمان الخضره تكون كتير، بس هتاخدوا نتيجه محشي في الاخر ممتازه. نيجي بقى لحشو ورق العنب. انا بحشي من الناحيه الخشنه من ورق العنب، والناحيه الناعمه بتكون لبره. بحط مقدار معلقه صغيره في كل ورقه من ورق العنب وافردها بايدي كده، وبعد كده بلم ورق العنب من الجوانب، وبعد كده ببرمه بايدي وبضغط عليه عشان الصباع يبقى متماسك وما يفكش مني لما اجي اسويه. واكيد طبعا ممكن نلف ورق العنب على ايدينا، ودي الطريقه المفضله ليا. طبعا بلف وانا قاعده بتفرج على فيلم او مسلسل انا بحبه، وانتوا كمان اعملوا كده واكيد بتعملوا كده عشان ما نزهقش واحنا بنلفه. وبرده بنحشيه بنفس الطريقه، بحط مقدار معلقه صغيره من الحشوه وبلم الجوانب وببرم ورق العنب مع الضغط عليه
عشان يفضل متماسك وبيبقى بالجمال ده. وده بقى شكله بعد ما لفيت الكميه كلها. بصوا قد ايه جميل ومتماسك. هجيب بقى اللحمه بتاعتي اللي هعملها مع ورق العنب، ودي قطعيه الدوش الضاني، دي بتبقى امتداد الريش وبتبقى حلوه جدا في ورق العنب او في الطواجن. بجيب نفس الحله اللي انا استخدمتها في سلق ورق العنب وكمان في الخلطه، هي نفس الحله اللي هنسوي فيها. اجيب الحله واحط فيها شويه زيت صغيرين، اشوح فيها اللحمه وعاوزه اديها لون حلو قوي من الناحيتين، وهرش عليها رشه فلفل اسود. وكمان اول ما تاخد اللون من الناحيتين هحط بقى عليها شرايح البصل وبعدها شرايح من الطماطم، وكمان كان عندي شيري توماتو حطيتها برده من الجوانب، بتدي شكل حلو قوي قوي للورق العنب. وبعد كده احط شرايح من الفلفل الرومي، ولو عاوزين نحط كمان فلفل حار براحتكم. وبعدها هحط بقى ورق العنب اول صف بالطريقه دي، وبعد كده هحط شويه من الطماطم اللي انا قلت لكم عليها سيبوها على جنب. احط شويه من الطماطم المفرومه دي، بتدي لون لورق العنب بين الطبقات رهيب. هرص بقى طبقات ورق العنب، وبعد كده احط ما بينهم برضو الطماطم المضروبه دي، واخر طبقه ورق عنب بضغط عليها بايدي شويه عشان ورق العنب ما يفكش مننا وكمان يفضل متماسك برضو. بصوا قد ايه انا اديتكم تريكات عشان يفضل ورق العنب يفضل متماسك وما يفكش مننا خالص. هعمل بقى صوص تشريبه ورق العنب. عندي شوربه بحط، بس انا هنا عندي لحمه فحطيت نص لتر ميه مغليه، عليها معلقه كبيره من مرقه الدجاج البودر او مكعبين، عليها ربع معلقه فلفل اسود، معلقه سكر كبيره، معلقتين سمنه بلدي، معلقتين من الطماطم المفرومه، معلقتين من صلصه الطماطم، وبنقلبها كويس جدا. اول ما المكونات بتختلط ببعض بصب الخليط ده على ورق العنب، بصبه بالراحه جدا على معلقه عشان لو صبيته مباشره ممكن ورق العنب يفك. بجيب بقى سكينه رفيعه او سباتيولا او اي حاجه بسلك منها من على الجناب عشان الشوربه تنزل لتحت، ما بحبش اهز الحله برضو عشان ما يفكش مني. واحنا كده مش محتاجين اكتر من كده سوائل، كده مظبوطه جدا جدا، بتبقى مستوى الشوربه مستوى اخر طبقه بس. برفعه على نار عاليه وبحط طبق من فوق الوش، او لو عندكم تقل المحشي بضغط كده عليه ضغطه بسيطه، واول ما بيغلي بغطي وبخلي النار متوسطه اول نص ساعه، وبعد كده بهدي النار جدا وبسيبه يستوي على نار هاديه لمده ساعه ونص. مستعدين؟ يلا. ورق العنب استوى. بشيل الطبق وبجيب صينيه التقديم وبقلب فيها ورق العنب. شوفولي بقى الجمال ده وتغزلوا فيه براحتكم. هو انا قلت لكم قبل كده اني بعمل اخطر ورق عنب ممكن تشوفوه؟ شكل وطعم مش قادره اوصف لكم. اعتقد ان الشكل ممكن يوصف لكم قد ايه هو رهيب، واللي يشوفه يقول عليه مستوي في طاجن مش في حله. اهم حاجه تخلي بالكم من التركات اللي انا قلتها لكم، وكمان ما تفتحوش عليه وقت التسوية عشان يحتفظ بلونه. شوفوا بقى اللحمة دايبة ازاي، ولا شوفوا العظمة بتطلع بكل سهولة ازاي. بصوا بقى شرايح البصل ولا الطماطم ولا ورق العنب قنبلة بتنفجر في بقك اول ما بتاكله. شوفوا بقى لونه ازاي، بجد مغيرش ولا لونه ولا غمق، رهيب. بصوا ازاي دايب في نفس الوقت، الرز مش معجن، كل رزايه محتفظه بشكلها ومفلفل. على فكره انا الخلطه اللي انا عملتها معاكم دي انا بعملها لجميع انواع المحاشي على الطريقه المصريه، يعني بنفس الخلطه بعمل بيها الكرنب وبعمل بيها الفلفل والكوسه والبتنجان، بيبقى روعه. جربوها وادعولي. ولو عجبتكم الوصفة وعجبكم طريقتي في ورق العنب ما تنسوش تعملولي لايك وشير، وما تنسونيش. انا منى الموان، وباي باي.